تسرح مع نفسك بالليل قدام الريلز، فجأة الموبايل خلاص هيفصل منك، فبتفتكر إن عندك بصمة الصبح في الشغل. بتسيب الموبايل على الشاحن وتدخل تنام. بس هل عمرك سألت نفسك، هل اللي أنا بعمله ده صح ولا غلط على البطارية؟ هل بكده هتبوظ أسرع؟ هل ممكن الموضوع يتطور وتسخن مثلا وتنفجر؟ خلينا نعرف بالظبط ايه اللي بيحصل لما تسيب موبايلك يشحن طول الليل وانت نايم. الحقيقة ان الموبايل اول ما بيوصل ل100% بيوقف شحن، لان موبايلاتنا بقت سمارت. لكن الحقيقة مش بتقف هنا، الموبايل بيبدأ يستهلك كل شوية من الشحن، لأنه شغال عادي، يعني ينزل 1 2 3% مثلا ويرجع يشحن تاني ل100%، لأنه برضه متوصل بالكهرباء. الحكاية دي بتتكرر عشرات المرات وانت نايم. يعني الموبايل بيتكلم، ايه ده انا 99، طب خليني 100%، ايه ده انا 99، طب خليني 100%. يعني رحلة بحث البطارية عن الكمال. واللي لازم تعرفه ان 0% مش كويس بالنسبة لك، لكن 100% مش كويسة بالنسبة للبطارية، لأن بيحط عليها ضغط كل شوية، وده حاجة بتأثر على عمرها. شحنك للبطارية بالطريقة دي هيسرع من انتهاء صلاحيتها. خبر كويس إن موبايلك مش هينفجر ولا حاجة، لكن هتلاحظ مع الوقت إن شحن البطارية بيخلص بسرعة، ونفسك في الموبايل يكمل معاك بس لربع اليوم. كده تحس إن في حاجة غلط. ده بسبب إنك بتسيب موبايلك على الشاحن طول الليل، زي بالظبط كأن عضلات جسمك شادة طول الليل ما انت نايم. بتصحى الصبح، تخيل انت بتكون عامل ازاي الصبح في الوضع ده. الحاجة اللي محتاج تعرفها كمان ان الموبايل حرارته بتزيد طول ما انت بتشحنه. تخيل بقى كمان انت نمت وانت ماسكه ونسيته تحت البطانية او مخدتك، والبطارية دي هي لسه، كل ده بيسرع من انتهاء عمرها وصلاحيتها. تخيل بقى كمان انت ممكن تكون مشتري شاحن صيني من المحل اللي تحت بيتكو، وسلك الشاحن مكلكع ومعقد. ده بعد فترة هيخلي بطاريتك شكلها منفوخ كأنها حامل في واحدة جديدة. ندخل بقى على نقطة مهمة تانية، وهي مزايا تحسين البطارية. وده اوبشن جديد بنلاقيه في معظم الموبايلات الحديثة، اللي هي ميزات الشحن الذكي. يعني حاجة مثلا زي ايفون بتلاقي فيه الميزة خطيرة جدا، إنها بتتعلم روتينك، فبتبتدي توقف الشحن عند 80% مثلا لحد قبل ما تصحى. وبقى في كمان بعض شركات الموبايلات الأندرويد بقى عندها نفس الميزة دي، فلو بتستخدم الخاصية دي في موبايلك عملية الشحن بتاعته هتكون بطيئة أثناء الليل، وده لمصلحة بطاريتك طبعا. يعني هتحس الموبايل طول الليل بقى عارف مصلحته أكتر من صاحبه. أما بقى استخدام الشحن الوايرلس بالليل فده مشكلة تانية. الشحن الوايرلس ده حرارته بتزيد، حرارة تزيد يعني ضغط يزيد على البطارية، كل ده هيسرع من انتهاء عمر بطاريتك. فحاول دايما يكون في تهوية لو بتشحن موبايلك بشحن وايرلس، وابعد تماما انك تشحن موبايلك وساعتك وسماعتك في وقت واحد على شحن وايرلس وتسيبهم وتروح تنام في درجة حرارة عالية. انت كده هتصحى الصبح تلاقي نفسك في فيلم خيال علمي. طيب ايه الحل؟ الحل انك تستخدم شاحن اصلي مناسب لموبايلك. تحاول دايما تستخدم ميزة تحسين البطارية، ابعد دايما موبايلك عن اي درجة حرارة عالية وانت بتشحنه، او ممكن يعني تستنى احسن لغاية الصبح وتبتدي تشحن موبايلك، لان زي ما شفنا شحن الموبايل بتاعك وانت نايم يخليك تكسب شوية راحة خلال يومك، لكن في المقابل هتخسر شوية من عمر بطاريتك. ولو بتغير موبايلك كل سنة مثلا أكيد المحتوى ده مش مناسب ليك. في النهاية متنسوش تعملوا لنا شير، لايك، سبسكرايب لو تشوفونا على اليوتيوب، واعملوا لنا فولو لو بتتفرجوا علينا على السوشيال ميديا.